دائما ما كنت تنشرين السلام بل لا يعرف الله. لا أريد أن تكوني نائمة كالسلاف بعد رحيلي، بل قاسية كمقصرة ترفع رأس الشهيد في سبيل الفضل. رويت الورقة وخبأتها في أقرب شيء من قلبي. سرت جثة فارغة فقد تخلو من الروح. تحولت من ذلك الشاب النشيط إلى كتلة دمار متفحمة. أصابتني نوبة غضب هستيرية، وحطم كل ما أراه أمامي. بدأت بالكرسي، ثم المدينة والزجاجات والطاولة. لم يشفى غليلي إلا أن أمطرت الحائط والثلاجة بوابل من النكبات. لم أحس بأي ذرة من الألم، لكن ما أوقفني هو تلك اللوحة الفنية التي رسمتها بالماء على الحائط بسيطي. ربما أصنع لها نظاما معدله مع كل أحلامي التي ماتت في ظاهرها. إطلاقات من الطاولية البارده، أحاول إيقاف تلك الدموع، لكن لا يمكنني إيقافها هذه الطاقة. هي تخرج من ضلوعي أعمق فعلا، ودون أن أشعر غلبت في النوم بسبب الإرهاق النفسي.